السلام عليكم. اليوم في شهوة ام وليد ان شاء الله راح ندير لكم الطمينه تحت يعني رغبه بعض المشاهدات، خاصه واحده يعني قالت لي انا حنزيد وراهي حبتها بزاف، قلت يعني نربي لها الطلب تاعها. واش راح نحتاج؟ انا حندير كميه قليله، راح نحمص حوالي كاس تاع السميد، يعني كيله، واللي حبت اكثر تكبر في الكيل. انا حندير كاس تاع السميد يكون شويه خشين ماشي تشيشه، الخشين يكون متوسط شويه، نديرو في المقله ونبدا نحمص فيه. اذا راح نحمصوه حتى يتحمص مليح واللون تاعو يتبدل. واللي حبت تكثر تكثر، كما قلت لكم انا درت كاس هو العبر تاعي، تقدروا تعبروا بالغرفيه ولا العبر اللي حبيتوه، المهم ديري عبر واحد. اذا انا حنديرو يتحمص مليح. اذا هنا كما راكم تشوفوا راهي تحمص الطمينه تاعي، تدي اون بيل كولور دوغي، ما تحرقوهاش بزاف. انا هنا راح نطفي الفورنو تاعي، انا طفيته ونديرها في طبسي ونخليها تبرد تماما باش نرونها. اذا هنا ها هي السميد اللي حمصتو تاع الطمينه، درت كاس تاع السميد حمصتو، لازم تخلوه حتى يبرد تماما باش نرونو الطمينه تاعنا باش تنجح لنا. هنا عندي نفس الكاس اللي قست به السميد، راني دايره فيه نص كاس تاع العسيله، نص كاس تاع العسيله. راح نزيد عليه نص كاس تاع الزبده الذايبه او المارغرين، نص كاس كما راكم تشوفوا ها هو. اذا راح نديرهم كامل في الكسرونه وندفي هذاك الحسل تاعي بهذه الطريقه. راح نديرهم يتفاو الزبده والعسل هاهم، ونتلاقاو فيما بعد ان شاء الله. اذا هنا راني سخنت العسيله والزبده او المارغرين. واش راح ندير؟ راح نديرهم في ريسيبيون كبير، نقول يعني انا عطيت لكم هنايا العبر بالتمام. هذه عظمه تاع قارص راح نحيها لانه العسيله خدمتها في الدار. واش راح ندير؟ راح نفرغ هذاك الكاس تاع الطمينه اللي كنت قليتها، نخلطها كما راكم تشوفوا. يعني هنا عطيت لكم مقادير مضبوطه، يعني ماشي عينك ميزانك، نديري عبر بعبر، يعني عبر طمينه نديروا لها عبر نصو عسيله ونصو زبده. اذا ها هي الطمينه تاعنا. بطبيعه الحال كي تخلطيها مش راح تسربيها ثمثم، نخلوها تشرب شويه، كي تشرب راح تشد روحها. اذا انا حنحكم طبسي اللي نديرها فيها بهذه الطريقه. كما نعرفوا السميد يشرب، راح تشرب بالنار، يعني هذا الخليط مش حيبقى لنا جاري بهذه الطريقه، راح يشد روحه بهذه الطريقه. ها هي الطمينه تاعنا. الان واش راح ندير؟ راح نزينها تزيين عادي، يعني كما كانوا يزينوها بكري امهاتنا، غير بال هنا حندير تاع ورده، غير بالقرفه نديرو هكا، من بعد ندير في القرفه وندير بهذه الطريقه. والتزيين كما نقول لكم دائما يبقى اختياري، كل وحده دير واش تحب، يديروا لي دغاجي، يديروا حلوه الترك، انا درت لكم تزيين عادي. اذا ها هي الطمينه تاعي وحده، ان شاء الله تكون تعجبكم. كما قلت لكم الطمينه تاعنا راح تشرب، مش راح تبقى جاريه بهذه الطريقه، يعني خليها تريح شويه ومن بعد قدميها. اذا الى عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما عليكم غير ديروا لي جيم لا فيديو وتشاركوا في القناه حتى يصلكم الجديد، وتابعوني على صفحتي على الفيسبوك شهوة ام وليد، والى الملتقى ان شاء الله.